انطلقت اليوم القافلة الطبية الكويتية متكاملة تضم 54 طبيبا وممرضا و22 سيارة إسعاف تنفيذا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وزير الصحة الدكتور هلال السير أكد أن الوزارة لن تتوانى في إمداد البحرين لأي من المساعدات الطبية التي يحتاجونها، وقد تم اختيار الطاقم الطبي في غضون 24 ساعة. للمزيد في تقرير مي شهاب الدين. أطباء وممرضون وفنيو طوارئ طبية هم ضمن القافلة التي انطلقت لتخفف بعضا من معاناة الأشقاء، حاملة رسالة حب إلى البحرين وأهلها. أمر صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات طبية عاجلة للأشقاء في مملكة البحرين. الفريق الطبي هو أطباء استشاريين وفني وطوارئ طبية ومسعفين وهيئة تمريضية، وكذلك أدوية ومعدات طبية، يرافقها 22 مركبة من سيارات نقل وأسعاف وشاحنات وإمداد لتقديم العون الطبي. ولدى القافلة القابلية والاستعداد لإقامة مستشفى ميداني يتكون من 16 سريرا مع غرفة للعمليات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات لإجراء أي عملية معقدة في حال الحاجة لذلك. ممكن تكون في مستشفى ميداني إذا سمحت الظروف، راح يتم إنشائها عن طريق الفريق الطبي المبعوث، بحيث أن تكون هذه المستشفى قابلة لإجراء عمليات متقدمة. أيضا ماخذين معانا احنا تقريبا كل الاحتياجات لإنشاء مستشفى كامل متكامل إذا دعت الظروف. الغالبية استشاريين، الغرض طبعا لمساعدة تقييم الوضع اللي هناك إذا في حاجة طبية ومساعدتهم بقدر ما يحتاجون إن شاء الله. القافلة الطبية هي تأكيد بأن الكويت وعلى الدوام تحمل على عاتقها مهمة مساعدة الغير ورسم البسمة على شفاه الأشقاء في كل مكان.